السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أم ياسين مع فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. في الوصفة ديال اليوم غادي نحضر معكم الفطائر التركية أو ما يسمى عندنا هنايا بالفرنسية لي بيد، واحد الفطائر اللي كنحشيوهم بالكفتة. تقدروا تحشوهم يعني باي حاجه، ولكن الاساس في هاد الفطائر راه كيتعمروا بالكفته ولا الحشوه كتكون يعني اساس ديالها هو الكفته. غادي نحضرها بواحد الطريقه اللي هي سهله جدا، يعني راه ما غاديش ندير العجينه. يعني هذه الوصفه كتحضر بواحد العجينه اللي انا كنعوضها، يعني كنستعمل بلاصتها العجينه ديال الطاكوس، يعني العجينه اللي كتكون جاهزه اللي كتقدروا كذلك تصوبوها في الدار، ولكن تفاديا يعني للشقه والعمل الكثير غادي تحضروها بالعجينه. راه كتجي رائعه البنات، حسن من العجينه اللي كتكون خاصه بهذه الوصفه. غادي ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا واحد الربطه ديال المعدنوس، ما تكثروش بزاف. عندي هنايا 2 فلفلات حمر حلوين اللي كنغسلهم كنقيهم وكنقطعهم على هذا الشكل. عندي كذلك واحد البصله اللي كتكون متوسطه كذلك كنقشرها وكنغسلها، وهذا الشيء راه معروف عندكم احبائي. هنا كناخذ واحد الاشواغ، غادي نحط فيها دوك المقادير بالكامل. من الاحسن تستعملوا الاشواط بهذا الشكل احسن من الميكسور، حيت يعني الهدف ديالنا هو غادي نطحنوا هذه الماده، يعني ما غاديش نطحنوها على شكل بيوري، كتبقى باينه لينا واحد شويه. كنزيد واحد شويه ديال البابريكا، 2 معالق صغيورين كيف ما كتشاهدوا ديال البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو عفوا. وكنزيد كذلك معلقه ديال الابزار. كنزيد واحد الكميه ديال الملح، والملح دائما كيبقى على حسب كل واحد. كنزيد هذا المكون يعني ما كيديروهش في هذه الوصفه، ولكن كنزيدو انايا هو توم بودره، راه كيعطينا واحد النسمه اللي كتكون لذيذه بزاف. كنزيد كذلك واحد الكميه ديال زيت المائده، كيف ما كتقدروا تزيدوا زيت الزيتون من الاحسن الا كنتو كتبغيو النكهه ديال زيت الزيتون. انا ولادي راه ما كيبغيوها ليش. هنايا كنسد على الاشواغ ديالي وكنطحن كيف ما قلت لكم، ما كنطحنوش حتى كيتنيل معنا، يعني كيصبح لينا على شكل عصير، وانما كيبقى باين لينا واحد شي شويه. وبعد ما كنطحن الخليط ديالي كنتحسن على هاد لابيغي اللي كتكون بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا على شكل حبيبات، يعني ما طحناهمش بزاف حتى ولاو يعني على شكل عصير. وهنا عندي واحد الكميه ديال الكفته. هنايا انا استعملت الكفته ديال البقري، كيف ما كتقدروا تستعملوا الكفته ديال الدجاج او لا دند، ولكن يعني في هذه الوصفه راه الاساس ديالها كتخدم بالكفته ديال البقري. كناخذ واحد الكميه، والكميه كتبقى على حسب كل واحد وعلى حسب عدد الفطائر اللي غادي تحشيوهم ولا غادي تعمروهم. كنجي كنزيد عليهم هذا الخليط اللي كنا طحناه، وكنبقاو كندمجوه بالايدي ديالنا بهذه الطريقه حتى كيندمج لينا تماما مع هذيك الكفته. وهنا بعد ما كنخلط كتصبح الخلطه ديالي جاهزه، ما بقى لينا غير نعمرو ولا نجهزوا معكم الفطائر ديالنا. كنجيب واحد المقلاة ولا واحد الطاجين اللي غادي طيبوا فيه. انا كنستعمل هذه، يعني كتجيني في الحجم مناسبه لهذوك لاباط ديال الطاكوس ولا العجينه ديال الطاكوس. كنقطع ورق الزبده اللي كيكون على شكل دائري ويكون بالحجم ديال هذه المقلاة، وكنجيب العجينه ديال الطاكوس. البنات انا كنستعمل هذه، يعني واحد العجينه اللي هي رائعه كتباع في المحلات التجاريه والثمن مناسب، يعني كنربحوا الوقت وكنربحوا يعني كتنقم علينا ارخص من هذيك اللي غادي نجهزوها في الدار. وكذلك راه كتجي صراحه نسيتها بالعجينه اللي كنوجدوها في الدار، وبهذه يعني صراحه كتجيب بهذه احسن. هنا كنجي كنشعل على البوطه ديالي وكنحط المقلاة. طبعا كنحيدوا منها هذاك ورق الزبده وكنخليو المقلاة ديالنا كتسخن بين ما كنوجدوا الفطائر ديالنا. كنجيب واحد الطبسيل كنحط فيه واحد الورقه ديال الطاكوس ولا واحد العجينه ديال الطاكوس بهذا الشكل. دائما كنهزلو ديك البلاصه اللي كتكون محمره كنديروها من الداخل، وكنحط واحد الكميه ديال الحشوه بهذا الشكل. ما تكثروش بزاف البنات، حيت فاش كنكثروا بزاف راه ما كيجيوناش بنان. ولادي صراحه يعني فاش كنكثر فيهم الحشوه راه ما كيبغيوش ياكلوهم لي، وبالتالي راه كديروا واحد المقدار ديال 2 معالق كبار ما عامرينش بزاف. في الاول كتبقاو كتثبتوهم بالاصابع ديالكم باش كتلصق لكم على هذيك العجينه، ومن بعد كتجيبوا واحد المعلقه وكتبقاو كتسرحوها بهذا الشكل. كديروها على واحد السمك اللي كيكون رقيق بزاف، اولا باش ما كتجيكوش عامره بزاف وما كتجيش بنينه كيف ما قلت في الاول، وثانيا باش كطيب لكم بسرعه. هنا بعد ما كنسرح الحشوه بالكامل كنجي كنحط هذاك ورق الزبده وكنحاول كنثبتو بالاصابع ديالي بهذا الشكل فوق ديك الحشوه.
يعني واحد الطريقه اللي هي عمليه وسهله جدا، ما كتعذبكمش نهائيا فاش كتجيو كطيبوا الفطائر ديالكم. وكنجي كنقلب يعني هذاك الورق ديال الزبده هو اللي كيكون عاطي الوجه ديال المقلاة بهذا الشكل، وديك العجينه كتكون من الفوق. كنبقاو كنضغطوا عليها بالاصابع ديالنا بهذا الشكل باش كطيب لينا بالتساوي، يعني كتوصل لنا العافيه ديالنا وكطيب لينا بالتساوي. وكنبقاو كندوروا فيها بهذه الطريقه. بعد ما كتسخن المقله البنات راه كنقصوا عليها، كنديروا واحد العافيه اللي كتكون مهيله البنات، وكنبقاو كندورو كنخليوها كطيب في خطرها، راه كطيب لينا بسرعه ما كتهزش لينا بزاف ديال الوقت. كنجيب واحد الطبسيل اخر كنفرج فيه ورق الزبده، نتوما كتقدروا تستعملوا واحد البلاستيكه ولا واحد المنديل يعني اللي بغيتو. انا كنفرش ورق الزبده باش منين كيطيبوا الفطائر ديالنا كنحطوهم فيه وكنغطيهم كذلك من الفوق باش ما كتنشفش لينا ديك العجينه، كتبقى لينا رطبه، بالتالي فاش كنجيو كنطويوهم يعني ما كيتهرسوش لينا. هنا بعد ما كنحيد هذيك الفطيره الاولى راه كطابت معنا كيف ما كتشاهدوا، راه كيجيو تماما بهذا الشكل يعني الفطائر التركيه. كنجي كنغلفهم من الفوق بورق الزبده. وانتم كيف ما قلت تقدروا تغطيوهم باللي كاين، الاساس هو باش كنحتفظوا على العجينه ديالنا ما كتنشفش لينا، كتبقى لينا رطبه. كنستمر بهذه الطريقه بالباقي ديال العجينه او بالباقي ديال الحشوه، يعني كنبقى كنعمر الفطائر ديالي، كندير الكفته بهذا الشكل وكنطيبهم بهذه الطريقه، يعني حتى كتنفد لينا هذيك الحشوه تماما. دائما كنضغط باليدين ديالي في الاول باش كتثبت لينا هذيك الحشوه فوق العجينه، وكنجي كنسرح بالملعقه، يعني واحد الطريقه اللي هي سهله جدا. يعني بعد ما كنزيدوا ديك الحشوه اللي طحناها ديال الطماطم والفلفله، عفوا ديال الفلفل والبصل والمعدنوس، يعني الخليط ديالنا راه كيولي لينا بحال الكريمه. هنايا بعد ما كنكمل كنعمر كنطيب الفطائر ديالي بالكامل. كنجيب واحد الكميه ديال الجبن المحكوك، كتقدروا تستعملوا اي نوعيه. انا اليوم غادي نستعمل الايمونطال، كيف ما كتقدروا تستعملوا الموتزاريلا راه كتجي النتيجه احسن. كنجيبوا الفطائر ديالنا وكنحطوا واحد الكميه، وهنا ما كنحطوش على يعني الفطيره ديالنا بالكامل، كنحطوا غير من واحد الجهه بهذا الشكل، حيت من بعد راه غادي نطويوهم. كندير واحد الكميه قليله، ما تكثروش بزاف باش ما كيجيش يعني الفرماج ولا الجبن غالب على هذيك الحشوه، وبالتالي يعني ما كيكونش لينا واحد المذاق اللي هو زوين. كنجيب هنايا واحد البيضه اللي كنخلطها وكندهن بها يعني هاد الجوانب، كذلك نفس الشيء كندهن غير نفس الدائره بهذا الشكل، باش منين كنجيو كنطويو يعني الفطيره ديالنا راه ما كتحلش معنا، وكنطويوها على هذا الشكل على شكل نصف دائره، وكنحاولوا كنثبتوا دوك الجوانب مع بديك عفوا بداك البيض. راه فاش كنجيو كنسخنوهم راه كتلتصق لينا، كيطيب لينا داك البيض، وبالتالي راه كيتشمع لينا العجينه ديالنا وما كتحلش معنا نهائيا. كنكمل مع الفطائر اللي تبقات ليا بنفس الشكل عفوا. كندير الفرماج وكندهن بالبيض على الجوانب، وكنطوي الفطيره ديالي على شكل نصف دائره حتى كنكمل العجينه ديالي بالكامل. البنات سمحوا لي راه كنقول البنات، يعني راه كاين بزاف ديال المتتبعين اللي كيكونوا ذكور كذلك اللي كيتبعوا القناه ديالي. مرحبا بكم في القناه ديالي جميعا. وهنايا كنتحصل يعني على هذا الشكل. هنايا درت 6 ديال الفطائر بديك الحشوه اللي صوبتها، خرجت ليا 6 ديال الفطائر، وكيكونوا بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا. يعني انا في الاول كنحطهم وحده فوق وحده كيف ما قلت لكم باش يعني كيبقاو طريين. وهنا كنجيب لاباري ديال الطاكوس. البنات الا ما كانش متواجده عندكم يعني راه تقدروا تستعملوا غير واحد المقلاة، غير ديك المقلاة اللي كنتو كطيبوا فيها تسخنوا فيها الفطائر ديالكم. والا كانت عندكم هاد لاباري ديال الطاكوس راه كتكون من الاحسن، يعني باغي باش كنحمروهم واحد شي شويه وكيجي المنظر ديالهم جميل. يعني العجينه ما كتكونش طيبه 100%، كيبقى كيخصها واحد شي شويه كيف ما كتشاهدوا، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم فاش كنحمرهم. كيجي واحد الشكل اللي هو رائع فاش كنديرهم في هاد لاباري ديال الطاكوس. وكنستمر بنفس الطريقه مع الفطائر اللي تبقات ليا. هنايا غادي ندير جوج بجوج باش غادي يعني نسربي بسرعه حتى كنحمرهم بالكامل.
كنسد عليهم وكنخليوهم كيتحمروا من جوج جهات، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. صدقوني البنات راه كيجيو رائعين، كيجيو خفاف. انا شخصيا ولادي يعني راه كنبغيهم احسن من البيتزا، قد ما كليتو منهم ما تشبعوش منهم، كيجيو من ألذ ما يكون يعني. وراه حتى راه كيبقاو ساهلين في التحضير، يعني كنربحوا الوقت ديال تحضير العجينه. وكتبقاو معايا كما العاده. غادي نقسم معكم وحده. كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، كنتمنى ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم الجميله واللايكات. وصلوني اخواتاتي 10,000 ولما لا، بكم نقدر نوصل لها ان شاء الله. نتمنى ما تنسونيش بالمشاركه، ويعني وتخليوا لي التعاليق، وتخليوا لي اذا كان الفيديو عجبكم. كنقول لكم مع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله.